في الحلقه اللي فاتت خليناها ملي زكريا دخل لهذيك الغرفه وبدا في هذيك الخلوه ديالو وبدا كيقرا في هذوك الكلمات. المهم غادي نكملوا دابا القصه ديالنا، لكن قبل ما تنساوش تخليوا واحد لايك، وعلى بركه الله نبداو. كيف قلت لكم ملي دخلت لهذيك الغرفه وبديت في هذيك الخلوه ديالي، بديت كنقرا في هذيك الورقه اللي عطاني حمزه، الورقه اللي فيها الاسماء مكرره وفيها بعض الادعيه واللي العدد ديال السطور ديالها غير 5 فقط. بقيت كنقراها مره بالجهر مره بالسر، حتى لواحد اللحظه فجاه غلب عليا النوم، وهنا بديت كنشوف واحد الرؤيه اللي عجيبه اندهشت منها. شفت في هذاك الحلم او في هذيك الرؤيه ان الام ديالي اللي توفات شحال هذه الله يرحمها وقفت قدامي وكلها شفقه عليا، كانت كتشوف فيا بواحد الطريقه وكانها كتشفق عليا. قالت لي هاد الطريق ماشي هي الطريق ديالك ولدي، خرج من هاد البلاصه، خرج من هاد البلاصه وسير للدار ديالك، وراني كنخيرك بين الصخر ديالي والريضه ديالي. الا مشيتي رجعتي لدارك وخليتي هاد الشيء كامل فراني راضي عليك، والا كملتي في هاد الطريق اللي دخلتي فيها فراني ساخطه عليك الى يوم القيامه. في الحقيقه ملي فقت من هذيك الرؤيه قلت مع راسي هاد الشيء غير من عمل الشيطان، والله المستعان. غادي نكمل في هادشي اللي بديت فيه. كملت هذاك النهار ديالي الاول بزز بمشقه، نعست مزيان فوق هذيك الحصيره اللي كانت تماك، وبديت كنكمل في هذيك الخلوه ديالي بواحد الشكل اللي عادي جدا. كنت مواظب على القراءه والتبخير ديال الخلوه ديالي، وبطبيعه الحال صمت اليوم الثالث والرابع والخامس كيف ما قال لي الشيخ. وهنا ملي كنت كنفطر في اليوم الخامس، يعني النهار الاخر اللي صمت فيه، ملي كنت كنفطر وبالضبط مباشره ملي كملت الصلاه ديال العشاء والشفع والوتر، هنا بديت كنسمع واحد الحركه اللي غير اعتياديه. بديت كنسمع واحد الحركه جايه من حدا الباب. هنا فجاه غادي تحل الباب الغرفه، مع العلم ان الغرفه ما خص يدخل عندي حتى شي واحد، لكن غادي تحل الباب وفجاه غادي يتم داخل عندي الشيخ. في الحقيقه انا استغربت بزاف، حيت الشيخ قال لي بنفسه انه ما غاديش نشوفه حتى اليوم السابع. كيفاش دابا دخل عندي؟ انا بقيت غير كنشوف في الشيخ وهو جاي كيتقدم لعندي. انا بطبيعه الحال نط احتراما للشيخ وبغيت نقبل اليد ديالو، لكن الشيخ دو معايا وقال لي بعد ليه ما تقربش ليا. قال لي ما تقربش ليا ايها الانسي. قال لي شنو بغيتي منا؟ شنو بغيتي منا؟ راك برزتينا بالقراءه ديالك لهذوك العزائم ديال القسم، برزتينا بزاف بالتبخير ديالك اللي كدير كل نهار في هذه الغرفه في هذه الخلوه. شنو بغيتي؟ وفجاه الشيخ اللي كان قدامي غادي نقالب للصوره ديال واحد الشاب اللي جميل الوجه. انا هنا بطبيعه الحال ما تخيلوش رده الفعل ديالي، كنت في قمه الرعب، والدقات ديال القلب ديالي بداو كيتزادوا بالجهد، ما فهمتش والو، لدرجه هذوك الدقات ديال القلب ديالي ولاو مسموعين، وجهي ولا صفر بزاف ونشف الريق من الفم ديالي، ما بقيت قادر لا نتحرك ولا نتزعزع من بلاصتي. هنا هذاك الشاب اللي كان قدامي، داك الشاب الجميل اللي من الجن، بدا كيضحك عليا، بدا كيضحك بواحد الطريقه حتى الحيوطه ديال البيت بداو كيتزعزعوا من بلاصتهم، وهنا غيمشيو غينصرفوا كانه ما كانش تما كاع. انا بديت كنترعد وكنرتجف، والارض بدات كدور بيا، حسيت بواحد الاحساس غريب، كنت في قمه الخلعه. هنا حسيت بواحد الالام الشديد في البطن ديالي، ومباشره سقطت على الارض وانا مغيب ما عقلتش على راسي. من بعد واحد الوقت صغير غادي نفيق وغادي نتفكر داكشي اللي وقع ليا، وفي الحقيقه انفت راسي على هذاك الضعف اللي جاني وهذيك الشخصيه الضعيفه اللي جاتني. انفت راسي حيت كنت مخلوع بزاف، ما كانش خاصني نكون مخلوع. المهم هذيك الساعه كنت عيان شويه ومشيت ونعست ودخلت في واحد النوم اللي عميق، حتى لواحد اللحظه بديت كنسمع واحد الصوت فوق من الراس ديالي كيأمرني باش نوض من النعاس. هنا ملي فقت لقيت 5 الاشخاص لابسين واحد اللباس اللي غريب، هازين معاهم واحد الصندوق اللي عامر بالفلوس. غادي يدوي معايا واحد من هذوك ال5 نيشان وقال لي يا زكريا الا كنتي كدير هادشي كامل غير على قبل الفلوس، خذ هاد الصندوق راه فيه ما يغنيك انت وولادك والاحفاد ديالك، وخلي هادشي اللي كدير فيه حيتاش برزتينا بزاف بهذا الحماقه ديالك. انا بطبيعه الحال جاوبته بكل ثقه في النفس وقلت ليه ما بغيتش هاد الفلوس ديالكم، انا باغي نقابل الملكه زخبيله. واحد فيهم غادي يبقى يضحك عليه ويقول لي قول بغيتي تقابل الروح ديال الملكه زخبيله، حيت الملكه زخبيله اصلا راها ميته منذ 5000 سنه، والروح ديالها فقط هي اللي غادي تقابلها. انا هنا بطبيعه الحال عاوتاني جاوبته بكل ثقه في النفس وقلت ليه الروح من امر ربي، وارواح الموتى كلهم ما كتنزلش للارض نهائيا، وهذا الشيء اللي كتقولوا فيه راه حرام وشرك بالله. هنا واحد فيهم غضب بزاف وقال لي
حنا راه ما كنعرفوش لا حلال ولا حرام، وشي كتقول فيه راه ما عندناش في القاموس ديالنا، ما كنعرفوش شنو هو الشرك بالله، والاله ديالنا الواحد هو عزازيل اي ابليس الاكبر خالق الكون والعياذ بالله. انا هنا شفت فيهم ثقه اكبر وكنت ثاق في راسي وقلت لهم خالق الكون هو الله عز وجل، بل الله خالق كل شيء وانتم تكفرون به. هنا غادي ينفخ عليا هذاك الكبير فيهم، الكبير فيهم غادي ينفخ عليا واحد النفخه ديال البرد حتى ترفعت من بلاصتي تخبطت مع الحيط اللي ملهيه، لدرجه ان الظهر ديالي قاس السقف ديال الغرفه، وحسيت بواحد الدفعه اللي قويه بزاف في الصدر ديالي، وهذا الشيء اللي خلاني انني نفقد الوعي ديالي مباشره. من بعد واحد المده ديال الزمن غادي يفيقني واحد البرد كيضرب فيا، غادي نبدا نوض غير بشويه بشويه، وهنا لقيت الاذان ديال الفجر كيأذن، لكن ما كنتش في الغرفه ديالي، كنت فوق الارض، كنت كنشوف نيشان في السماء مباشره. واحد شويه بديت كنسمع في النقيق ديال الضفادع، وكنسمع في الصوت والخرير ديال المياه، وبزاف الاعشاب الكثيفه اللي كانت دايره بيا. تسائلت فين انا؟ شنو هي هاد المنطقه اللي فيها انا؟ ما بقيتش في الغرفه، شنو هي هاد البلاصه اللي فيها؟ هنا بدا كيبان لي واحد الضوء اللي بعيد بزاف، حتى قربت ولقيته انه مسجد. مشيت نيشان كنجري ليه، وفي العقل ديالي الف علامه ديال استفهام، ما كنت فاهم حتى شي حاجه، وكيفاش حتى وصلت لهنا، شنو هي هاد المنطقه وكيفاش جيت هنا وشكون جابني لهنا. المهم وصلت للباب ديال المسجد ودخلت، بديت كنصلي مع المصلين واللي في الحقيقه كانوا لابسين الزي الصحراوي، يعني الزي اللي كيلبسوا الناس اللي كيسكنوا في الجنوب ديال المملكه المغربيه. ملي سالينا الصلاه سولت واحد السيد كان كيصلي حدايا، قلت ليه الله يخليك شنو سميت هذه المنطقه هذه؟ هنا شاف فيا هذاك السيد وقال لي بهذيك اللكنه الصحراويه ديالو هذه راها منطقه اغيلاس، واللي هو دوار جا بالضبط في جماعه اونين اقليم تالودانت جهه سوس ماسه. انا هنا في الحقيقه تصدمت وما فهمت والو. اش جابني لهاد المنطقه؟ الا بغيت نوصل حتى لهنايا خاصني بزاف ديال الوقت، خاصني كار اللي غادي يديني تقريبا شي 8 السوايع ولا ما عرفت شحال، خاصني واحد المده طويله باش نوصل لهنا. كيفاش جيت هنا فجاه وما عاقل على والو؟ عاوتاني سولت هذاك الراجل وقلت ليه كيفاش حتى جيت هنا اخويا؟ واش هادي مملكه ديال الجن؟ الراجل تصدم شاف فيه قال لي واش كضحك معايا؟ قال لي واش تشوي لاباس؟ في الحقيقه انا هنايا ما بغيتش نزيد معاه الهضره مازال. المهم خرجت من المسجد، ديك الساعه كانت الشمس طلعت شويه، بديت كنشوف في الجمال ديال الرمال اللي كاينه تماك في هذيك المنطقه. وهنا مشيت نيشان لواحد الخيمه اللي بان لي فيها واحد الراجل تماك جالس فيها. دخلت سلمت على هذاك الراجل، لقيت عليه التحيه. هذاك الراجل رحب بيا قال لي مرحبا بك، جلس ريحت فطرت معاه كليت معاه المسائل، وبديت كنعاود ليه في هاد القصه ديالي اللي واقعه ليا. هذاك الراجل شاف فيا وقال لي في الحقيقه راه ما نقدرش نعاونك، لكن في هذه المنطقه هذه كاين واحد الشيخ جليل اللي الاسم ديالو الشيخ ناجم، وراه كاين تماك في هذيك الخيمه، غير سر عنده وراه هو يقدر يعاونك في هذا الشيء اللي عاودتي ليه. انا هنا بطبيعه الحال شكرت هذاك السيد على حسن الضيافه ديالو، ومشيت نيشان للخيمه ديال الشيخ ناجم. ملي وصلت استأذنت بالدخول واستقبلني هذاك الشيخ ناجم وسمع مني هذيك الحكايه كامله اللي عاودت ليه. هنا الشيخ ناجم بقى كيشوف لي في عيني، ويقول لي ما سمعتيش الكلام ديال الشيخ ديالك؟ قال لي واش الشيخ ديالك ما وصاكش وما قالش لك باش ما تجادلش معاهم؟ واش ما قالش لك الشيخ ديالك ان النوع اللي كيتخطى هذاك الحجاب اللي كان عندك في الغرفه ديالك اي في الخلوه ديالك، النوع اللي كيتخطى هذاك الحجاب ما قالش لك انه كيكون من الجن، وبالضبط النوع ديال الجن القوي الكافر والمشاكس، حيت راه الجن العادي ما كيقدرش يتجاوز الحجاب نهائيا حيتاش غادي خاطر بحياته. المهم كمل الهضره ديالو وقال لي على العموم خاصك تعرف ان دابا حاليا العقل ديالك والجسد ديالك الثاني هما اللي كاينين في هذه المنطقه، اي الجسد ديالك والعقل ديالك الاول يعني الحقيقي راه باقي في الغرفه. يعني بحال بغى يوصل ليا انني انقسمت على جوج، وزاد قال لي بلي اي واحد غادي يدوي معاك تماك في الجسد ديالك الحقيقي اللي بقى في الغرفه، اي واحد غادي يدوي معاك تماك غادي يصحابوك باللي وليتي مجنون ومسطي، حيت تماك راه ما بقيتيش بعقلك. انا هنايا في الحقيقه تصدمت من هذه المعلومات اللي قال لي هذا السيد. كيفاش حتى تقسمت على جزئين؟ كيفاش ان الجزء ديالي في شمال المغرب والثاني في جنوب المغرب؟ كيفاش ان الجسد الحقيقي ديالي بدون عقل في شمال المغرب والجسد الثاني ديالي اللي بالعقل بجنوب المغرب؟ في الحقيقه ما قدرتش نستيعب نهائيا هذه الفكره اللي قال لي. هنا ما عقلتش على راسي وتلاحيت نيشان على اليد ديال هذاك السيد، بديت كنحاول نبوس ليه يده ونبكي عليه وقلت ليه الله يرحم لك الوالدين لما حاول ترجعني للجسد ديالي الحقيقي. هذاك الشيخ غادي يقول لي ما تخافش غير غمض عينيك فقط وقرأ سورة الملك، قراها من الاول ديالها الى الايه 11 زائد عاودها 11 مره
وهكا غادي تلقى راسك في المكان الاول اللي كنتي فيه. وبالفعل داكشي اللي درت، غمضت عيني وبديت كنقرا في سورة الملك وعاودتها 11 مرة. وهنا فجأة غادي نحس بشي واحد بحال دفعني من الظهر ديالي. ملي حليت عيني بدون مقدمات غادي نلقى راسي في الغرفة اللي كنت فيها. لقيت راسي مليوح في الارض ديال الغرفة وانا ما فاهم والو. اواه، اش هادشي ما كيدخلش للعقل. واش اصلا كنت كنحلم ولا بصح كنت في هذيك المنطقة؟ شنو هادشي؟ ما بقيت فاهم حتى شي حاجه. واش بصح نقدر نكون دخلت في عالم الاحلام الحقيقيه؟ في الحقيقه هنايا نط جمعت راسي ومشيت لواحد القنت في البيت وجلست وبديت كنفكر في هادشي اللي انا فيه دابا. واخيرا لقيت الحل النهائي لهادشي. قررت انني غادي نتخلى على هاد الخلوه كامله. قررت صافي غادي نخلي هادشي كامل ونرجع غير للابن ديالي والزوجه ديالي. عيطت لحمزه باعلى صوت ديالي: حمزه حمزه، حتى سمعني قال لي شنو كاين شنو بغيتي. دوت معاه وقلت ليه من وراء الحجاب: قول للشيخ انني صافي غادي نتخلى على الخلوه، ما بقيتش باغيها صافي. انا حمزه غادي صدمني بهذيك الضحكه اللي كلها خبت. بدا كيضحك ويقول لي: لا يمكن يا استاذ، لا يمكن. هذاك الصحافي قال لي باللي راك دخلتي اليوم السابع وهذا هو اخر يوم ليك. قال لي: واش خفتي يا الصحافي؟ انا عاود دويت معاه وقلت ليه: الله يرحم لك الوالدين لما قول للشيخ باللي صافي بغيت ننهي هاد الخلوه، غير قولها ليه. حمزه دار لي خاطر وقال لي: واخا مرحبا، انا غنمشي عند الشيخ نقولها ليه ونرجع عندك. وبالفعل مشى عند الشيخ، دوا معاه ورجع عندي وقال لي: راه الشيخ كيقول لك باللي الجسد ديالك منقسم او نشاطر على قسمين، وراه ما يمكنش لك نهائيا ترجع للور. صافي، يا اما غادي تكمل هاد اليوم ديالك الاخير اللي بقى، اولا غادي تغادر الخلوه ديالك، لكن غادي تحمل المسؤوليه ديالك. انا في الحقيقه بقيت نفكر في هاد الهضره اللي قال لي، بقيت كنفكر حتى سمعت الاذان ديال العصر. نط وضيت وبديت كنصلي ومشيت استريحت في واحد البلاصه في الغرفه، جلست وبقيت كنستريح. ومن بعد صلاه المغرب عاوتاني غادي يجي عندي حمزه وفي اليد ديالو واحد المجمر اللي من الفضه وفيه واحد شويه ديال الفحم، وفي اليد الاخر هاز فيها واحد شويه من الطقش او كيف ما كيقولوا ليه اللبان الخارق. هو معايا حمزه وقال لي باللي الشيخ كيسلم عليك، وقال لي باش نوصيك ونقول لك قبل ما تقرا هذوك الكلمات من بعد الصلاه ديال العشاء بخر بهذا البخور وشد هذيك الرقعه ديال الجلد وحطها تحت من المجمر، وملي يكمل هذاك البخور ويطلع منه اخر خيط شد هذاك الخاتم ولوحه في النار. انا بطبيعه الحال جاوبته وقلت ليه: واخا ان شاء الله. وبالفعل نفذت هذاك الطلب اللي قال لي بالحرف. وملي شديت هذاك الخاتم ولحته في النار، هنا فجاه سمعت واحد الصوت بحال الرعد في الغرفه ديالي. سمعت واحد الصوت جاي من الاسفل ديال المجمر اللي كيقول لي: السلام عليك يا زكريا يا ابن فاطمه. انا رديت السلام وقلت: وعليكم السلام. هنا هذيك الشمعة اللي كانت شاعلة زاد النور ديالها اكثر في الغرفة، وفجأة غادي تظهر قدامي واحد الشابة اللي جميلة، كان اللباس ديالها احمر. دوات معايا وقالت لي: مرحبا زكريا ولد فاطمة، انا زخبيلة بنت ملك ملوك الجن الاحمر، وابتداء من اليوم غادي تكون الزوج ديالي، وابتداء من اليوم غادي نحط تحت الامر ديالك العون المعين، غادي تطلبه وغادي يحضر قدامك غير ملي تصفق 7 المرات. اما بالنسبه للقاء ديالي معاك غادي يكون كل ليله في الثلاثاء، اي مره واحده في الاسبوع. ومباشره من بعد ما نمشي دابا جرب وحضر العون المعين. وهنا زخبيله غادي تمشي فجاه بحال شي دخان. طبيعه الحال ملي مشات مباشره بغيت نجرب هذاك الكلام اللي قالت لي ديال نصفق 7 المرات، وبالفعل بديت كنجرب التصفيقه الاولى الثانيه حتى صفقت 7 المرات. وبالفعل هنا غادي يبان قدامي العون المعين هو معايا وقال لي: تحت اوامرك ايها الشيخ الكريم. هنا بطبيعه الحال ما تتخيلوش الفرحه ديالي قداش كانت. اعتقدت انني صافي وصلت للقمه وليت احسن شيخ واقوى شيخ. اميره من الجن ولات الزوجه ديالي، وبمجرد انني نصفق كيحضر خادم من الجن وكيحضر لي ويجيب لي اي حاجه بغيتها. هنا ديك الساعه كانت صافي سالات الخلوه ديالي. خرجت من الخلوه ديالي ومشيت نيشان عند الشيخ وانا فرحان بزاف. دخلت عنده بلا ما نستأذن منه ومشيت عنده نيشان وقلت ليه بكل ثقه في النفس: مولانا الشيخ قول لي مبروك عليك، راني كملت الخلوه ديالي ودابا حاليا غادي نمشي من هاد البلاصه اللي فيها انا دابا، وما تنساش انني راني وليت شيخ بحالي بحالك، وربما نكون شيخ قوى منك. هنا شاف فيا الشيخ العكراشي وشاف هذيك الجرأة ديالي ويبدا يضحك عليا. قال لي: شوف انت شحال غبي،
شاشات الغباء كامل. قال لي غير سير بحالك سير بحالك وما باقيش نشوف وجهك تاني، صافي خرج عليه وسير بحالك، انت اصلا من الاول غير بشير شؤم، سير سير. انا بطبيعه الحال خرجت من تماك نيشان في البلاصه، وفي الاعتقاد ديالي انني وليت واحد الشيخ قوي بزاف، وما كنتش عارف ان الشيخ العكراشي كيتعتبر العون المعين، والاميره زخبيله بالنسبه ليه هو فهي فقط غير اللعب ديال الاطفال، وكلهم الاميره زخبيله والجن وكاملين هذوك الخدام كاملين ما كيساويو حتى شي حاجه وما كيوقفوش نهائيا قدام الشيخ العكراشي، واللي كانت ملوك الجن كترتعد منه بمجرد الذكر ديال الاسم ديالو. انا في الحقيقه ما كنتش عارف هادشي كامل. المهم نكمل لكم القصه ديالي. هنا مشيت للمنزل ودخلت نيشان، وبطبيعه الحال الزوجه ديالي والابن ديالي كانوا كيصحابوني غير في شي مهمه ديال الخدمه ديالي، راكم عارفين الصحافه وهادشي، كيصحابوني غير في شي مهمه. المهم دخلت نيشان ومشيت نيشان الغرفه ديالي. هنا طلبت من الزوجه ديالي وقلت لها ما تدخليش نهائيا لهاد الغرفه، قالت لي صافي واخا، وسديت الغرفه وجلست صفقت بيدي 7 المرات وحضر العون قدامي وقال لي تحت الأمر ديالك أيها الشيخ الكريم. بديت كنشوف هذاك العون وقلت ليه جيب لي افخر الانواع ديال الاكل والفواكه والشراب، وجيب لي ما لذ وطاب من الحلويات. في الحقيقه هذاك الجن استغرب مني حيت هذا كان واحد الطلب اللي نقدروا نقولوا انه غبي. المهم قال لي واخا تحت الاوامر ديالك، دقائق معدوده وغادي تلقى هذا الشيء كامل اللي طلبتي قدامك. وهنا خرجت من الغرفه ومشيت عند الزوجه ديالي وقلت لها غادي ندخل الحمام ووجدي لي افخر الملابس، اليوم بغيت نلبس شي ملابس اللي فاخره. قلت لها باللي الزوج ديالك راه ولا واحد الحاجه اللي مهمه في الحياه. وبالفعل خديت واحد الحمام اللي ساخن ولبست احلى واشيك ما عندي، ودخلت الغرفه ديالي ولقيت فيها ما لذ وطاب من الاكل والشراب والفواكه والحلويات كلشي. عيطت على الزوجه ديالي وقلت لها باش تشارك معايا هذا الاكل. هنا هي ملي دخلت استغربت من هذاك المنظر اللي شافت، ما فهمت والو. منين جبتي هاد الماكل؟ شكون جاب لك هاد الشيء؟ هنا دويت معاها وقلت لها هاد الشيء كامل غير من فضل الله، كولي وما تبقايش تسولي بزاف. وهنا مباشره من بعد الماكله ملي كملنا قلت لها صافي غير خرجي وسدي الباب، وملي خرجات عاوتاني صفقت 7 المرات. غادي يحضر عاوتاني قدامي العون، دويت معاه وقلت ليه شوف بغيت الفلوس، بغيت بزاف الفلوس، بغيت بزاف ديال الفلوس. في الحقيقه باغي نبدل حياتي كامله، بغيت نبدل هاد الدار، بغيت نبدل الطوموبيله ديالي، بغيت نبدل الملابس ديالي، بغيت نولي لاباس عليا، خصني الفلوس. هنا قاطعني هذاك العون وقال لي امرا وطاعه ايها الشيخ الكريم، لكن راه كاين واحد الشرط ضروري اللي خاصك تعرفه. قال لي بلي غادي نديك حتى الكنز وانت اللي غادي تخرجه وانا غادي نعاونك، وهذا الكنز راه فيه واحد المال اللي غادي يغنيك وغادي يغني الابناء ديالك والاحفاد ديالك الى 1000 سنه. لكن قبل ما تخرج هذا الكنز كامل خاصك ضروري باش تمشي عند شيخ الشيوخ، باش ضروري تاخذ من عنده الاذن. هادشي اللي غدير. انا هنايا قاطعته وقلت له واش انا ماشي هو شيخ الشيوخ؟ هنا قاطعني وقال لي لا راه ضروري خاصك تزور الشيخ جلول ضروري. قال لي بلي الشيخ جلول كيسكن في منطقه اغرم واللي كتعتبر مدينه مغربيه في اقليم تارودانت بجهه سوس ماسه جنوب المغرب، وتقريبا بعيد على تارودانت بواحد 85 كيلومتر. وقال لي غير غادي توصل تماك غادي يعرفك وهو اللي غادي يعاونك وغادي يوريك كيفاش غادي تاخذ هذاك الكنز. انا في الحقيقه بقيت كنفكر شويه في هاد الهضره اللي قال لي العون، وقلت صافي غادي نمشي. دويت مع الزوجه ديالي وقلت لها جمع لي الملابس ديالي في واحد الشنطه اللي تكون صغيره حيت غادي نسافر لجنوب المغرب. وبالفعل داكشي اللي دارت، وجدت لي المسائل ووجدت لي حوايجي ومشيت انا نيشان قصدت الكار اللي غادي لجنوب المغرب. لكن الغلط الكبير اللي درت هو انني ما رديتش البال للاخطاء الكبيره اللي درت، الاخطاء من نهار خرجت من هذيك الخلوه. والاخطاء اللي درت بالضبط انا غادي نقولها لكم. اول حاجه دخلت في واحد الصراع مع الشيخ العكراشي، يعني وليت معادي معاه. ثاني حاجه هو ما تشاورتش مع الشيخ العكراشي في داكشي اللي باغي ندير. ثالث حاجه واللي كنت تعتبر من اهم الحوايج اللي غلطت فيهم واللي هي ما خديتش معلومات كافيه عن زخبيله او العون المعين. اما بالنسبه لرابع حاجه فهي بديت كندعي وكنحضر العون المعين بدون الاذن ديال الشيخ العكراشي. واخر خطا درته هو غادي نمشي نسافر لجنوب المغرب باش نلتقى مع هذاك الشيخ بدون العلم ديال الشيخ ديالي الاصلي اللي وراني هذا الشيء. المهم نكمل لكم دابا
القصه ديالي. من بعد واحد السفر اللي طويل وصلت تقريبا حتى لمدينه تارودانت، كملت بالطاكسيات وكملت بالترونسبور حتى وصلت اخيرا بالضبط لمنطقه او المدينه ايغرم. ومباشره ملي وصلت لتماك غادي نسول واحد الشباب اللي كانوا تماك في هذيك البلاصه، سولتهم على الشيخ جلول، قلت لهم الله يخليك فين غادي نقدر نلقى الشيخ جلول؟ غادي يشوف فيه داك الشاب غادي يتصدم وغيبقى يشوف فيه بحال هكا. قال لي كتقصد الساحر جلول؟ قال لي اعوذ بالله منه. بقى كيشوف فيه شوفات غريبه وقال لي راه كيسكن تماك فوق هذاك الجبل. نعت لي البلاصه وما بغاش يشوف فيه مازال هو يمشي بحاله. هذاك البيت اللي وراني كان في واحد الجبل الفوق، وكيبان واحد البيت اللي قديم والجدران ديالو مصبوغه باللون الاسود. المهم كيبان حالته. انا بطبيعه الحال تمي طالع في هذاك الجبل حتى وصلت للباب ديال البيت. وهنا تخيلوا معايا مع بغيت ندق في الباب غادي يتحل الباب بوحدو. وهنا لقيت واحد المرأة كبيرة في السن هي اللي حلات لي الباب وقالت لي تفضل زكريا راه الشيخ كيتسناه. انا بطبيعة الحال تصدمت من هذيك ردة الفعل ديالها، كيفاش حتى عرفاتني جيت لعندهم، لكن تفكرت الكلام اللي قال لي العون المعين. المهم دخلت لهذاك البيت، وفي الحقيقة كان واحد البيت اللي عمري ما شفت بحاله. كان خيب بزاف وكان شي واحد الرائحه اللي غريبه وكريهه. كانوا الجلود ديال الحيوانات تماك، وكان واحد غراب حي تماك واقف. المهم واحد المناظر تقشعر لها الابدان. وهنا دخلت للغرفه عند الشيخ جلول اللي كان كيتسناني. واحد الغرفه صغيره بزاف والحيطان ديالها مصبوغه باللون الاسود، وفي هذوك الحيوطه مرسومين طلاسم بالدم، وكانت محطوطه واحد الطابله صغيره فيها بزاف ديال البخور. هنايا غادي نشوف الشيخ جلول واحد الراجل اللي كان كبير في السن، تقريبا عنده اكثر من 80 سنه. اما بالنسبه للمواصفات ديالو فهو واحد الراجل اللي طاعن في السن لدرجه لصق ليه الجلد ديالو مع العظام ديالو، وعينيه غارقين لداخل في راسو، لكن مع ذلك باقي عنده واحد الصوت اللي قوي بزاف. هنا غادي يشوف فيه الشيخ وغادي يقول لي صيفطك عندي العون المعين، وبدا يضحك وكمل الكلام ديالو بالضحك. انا بطبيعه الحال جاوبته قلت لي هو اللي رسلني لعندك. غادي يشوف فيه بواحد النظره اللي تعقيبه وقال لي جيتي عندي باش تاخذ الكنز ياك؟ قال لي بغيتي تاخذ كنز الصنديانه ياك؟ واش فراسك باللي راه هذاك واحد الكنز اللي كبير بزاف، فيه الياقوت فيه الالماس وفيه الذهب وفيه السيوف من الذهب اللي مرصعه بالياقوت وزيد. المهم كنز كيساوي الملايير بالعمله ديالنا الحاليه. هنا انا بطبيعه الحال ملي سمعت هذا المبلغ الضخم غادي نجاوبو وقلت ليه انا بغيت غير الربع ديال هذا الكنز، بغيت غير الربع فقط وانتم خذوا الباقي. وغادي نشكركم بزاف على المساعده ديالكم ليا. هنا الشيخ بقى كيضحك عليا لدرجه عينيه غرقوا بالدموع، يعني كان كيضحك عليا باستهزاء. قال لي انا راه ما كيهمني لا فلوس ولا كنز ولا حتى شي حاجه، وما باغي حتى شي حاجه، راك انت اللي باغي الكنز وانت اللي باغي الفلوس. المهم اللي كمل هذاك الضحك ديالو قال لي اسمعني يا زكريا، راه كاينين 3 ديال الشروط باش تاخذ هذا الكنز، يعني باش تاخذ كنز السنديان. وبدا لي بالشرط الاول، قال لي الشرط الاول هو غادي تشرب من الماء اللي غادي يخرج من فم هذا التمثال. اما بالنسبه للشرط الثاني قال لي خاصك تصلي في جهه المغرب وماشي في جهه المشرق، يعني قال لي خاصك تصلي عكس القبله. اما بالنسبه للشرط الثالث اللي قال لي هو انك خاصك تذكر اسم الجلاله 66 مره لكن بطريقه معكوسه والعياذ بالله. انا في الحقيقه بقيت كنشوف الشيخ جلول وحقيقة غلبني الطمع بزاف. قلت ليه وإلا درت هادشي غادي ناخذ الكنز؟ جاوبني الشيخ بكل تأكيد وقال لي اييه بطبيعة الحال غادي تاخذو. بقيت كنفكر واحد شوية ديال الوقت، لكن في الأخير قلت ليه صافي أنا موافق. الساحر جلول غادي يكمل الضحك ديالو بأعلى صوت لدرجة هذيك الريحة خانزة من فمه ضرباتني حتى النيفي، يعني واخا كان بعيد عليا شميت هذيك الريحة خانزة من فمه. وهنا قلت في راسي شاد الريحة اللي في فمه وش هاد الملابس وش هاد الدار اللي ساكن فيها، شاد الوسخ وش هاد العفن، واش هذا كيتحكم في الجن واش هذا عارف الكنز؟ ما حالته دايره بحال هكا، يعني هادشي كنت سائل غير في راسي. المهم الساحر جلول غادي يجيب واحد التمثال اللي مصنوع من الخشب، غادي يحطو قدامه وبدا كيقرا عليه في واحد التعاويذ اللي كنظن انها الشيطانيه، ومن بعد غادي يقول ايها الرب الكريم اعطف على هذا العبد واسقه من ماء الحياه ليكون احد اتباعك. وهنايا فجاه غادي يبدا يخرج الماء من الفم ديال هذاك التمثال اللي مصنوع من الخشب. هنا غادي يطلب مني الساحر باش نشرب من هذاك الفم دغيا ما نتعطلش. بالفعل انا لبيت الطلب ومشيت بديت كنشرب من الماء اللي خارج من تماك. هنايا ملي ساليت من الشرب ديال هذاك الماء غادي نحس بواحد الوخز ما بين الكتاف ديالي، يعني واحد الالم بحال واحد الضران، واحد الالم ما بين كتافي، لكن واحد اللحظه غيمشي. هنا سولت الساحر قلت له واحد الالم شدني ما بين كتافي شنو هادشي؟ قال لي
الف مبروك عليك، راه تم القبول ديالك من طرف الجن والشياطين دابا. قال لي اما دابا باقي لك خاصك تصلي غير في اتجاه الغرب ركعتين، ومن بعد ذكر اسم الجلاله 66 مره لكن بطريقه معكوسه والعياذ بالله. قال لي سير دير هادشي وانا غادي نتسناك ملي تسالي جي عندي. انا بطبيعه الحال مشيت ودرت داكشي اللي قال لي بالحرف، وملي ساليت جيت وجلست حداه. انا الساحر غادي يعنقني وقال لي انت اللي غادي تحمل المشعل من بعدي ايها الشاب الصحفي، راه اختاروك الجن والشياطين باش تكون هو الخليفه ديالي من بعد ما نموت. غادي يكون تحت الامر ديالك 1000 من الشياطين المسترقه للسمع، وغادي يكون 1000 من الشياطين من خدام السحر، وغادي يكون 1000 شيطان من المردة المعتدين. انا هنايا قاطعت وقلت ليه بلاش يا شيخ، انا في الحقيقه ما باغيش هذا الجيش كامل، يعني ندير بهذا الجيش كامل، انا فقط جاي باغي الكنز، باغي غير الكنز ونمشي في حالي. انا شاف فيه الشيخ بواحد الغضب شديد وقال لي غادي تسمع الاوامر اللي كنقول لك، واذا ما سمعتيش ليا غادي نطلب من الجن باش يجلدوك مزيان. هنا في الحقيقه ما نكذبش عليكم شدني واحد الرعب اللي رهيب ديال بصح، تخلعت نط من بلاصتي ومشيت حليت الباب وانا نجري. تميت غادي هربان، لكن غير تميت غادي هربان حسيت بواحد الالم رهيب في الكتاف ديالي وانا نطيح في الارض. لقيت اللي تميت غادي نرجع للدار داك الالم كيبدا يحيد، غير كنبعد من الدار الالم كيزيد يرجع بشكل كثر كاع. غادي يخرج الساحر قدام الدار وشاف فيه كنت تلوه في الارض وكنت محن وبدا كيضحك عليا، طو معايا باستهزاء وقال لي وا فلان نوض قاعد نوض رجع دخل للدار، راك زعما غادي تولي حاكم ديال المرضى والشياطين، واش ما باغيش تخلص الضريبه على هذا الشيء؟ انا في الحقيقه ما كان عندي من ندير من غير انني نط من الارض ومشيت دخلت للدار، جلست وقلت ليه اسمعني يا شيخ، ما بقيت باغي والو، ما باغي لا كنز ولا نحكم الشياطين ولا نحكم جيش في الشياطين ولا يكون عندي مرضى، ما بغيت والو، ما بقيت باغي والو من هذا الشيء، بغيت فقط تحيد لي داك الالم اللي كنحس به، داك الوخز اللي كنحس به بين كتافي. هنا الساحر بدا كيضحك بقوه وقال لي واش كيصحاب لك كنلعبوا هنايا، وغضب واحد الغضب اللي شديد وقال كلمات شيطانيه، بدا كيكرر في هذوك الكلمات الشيطانيه وهو يقول اجلدوا هذا العبد الاحمق فورا. هنا فجاه بديت كنحس بالضربات بالسياط على الظهر ديالي، مع العلم انه حتى شي واحد ما حدايا، بحال شي واحد كيسلخ فيه في ظهري وانا كنغوت وكنتالم، والساحر كان كيضحك. بقيت هكاك حتى طحت في الارض فاقد للوعي. غادي دوز تقريبا شي ساعه حتى نطت ورجعت للوعي ديالي. وهنا دويت عاوتاني مع الشيخ شلول وقلت ليه واخا شيخ دابا نعتبر انني وليت انا هو الخليفه ديالك، ووليت كنتحكم في هاد الجن والشياطين وهاد الشيء كامل، شنو غادي نستافد من هاد الشيء؟ عاوتاني بدا كيضحك عليا ويقول لي مالك مسطي، راك ماشي انت اللي غادي شنو تستافد، راك انت شنو غتفيدهم هما، انت اللي شنو غادي تعطيهم ماشي هما شنو غيعطيوك. قال لي باللي غادي تكون السفير ديالهم في عالم الانس، زائد غادي تنفذ جميع الاحكام اللي صدرات من العالم الجن على اي انسان، يعني الجن اي حكم صدر على شي انسان انت اللي غادي تنفذه، بطبيعه الحال غادي تنفذه بواسطه السحر، وغادي تكون عندك واحد القوه اللي مطلقه في العالم، وبطبيعه الحال غادي تنعم باحترام البشر كاملين بحالي تماما. انا شفت في الشيخ وقلت ليه وانت واش كتعتبر راسك محترم؟ قلت ليه شوف حالتك كيفاش دايره، الملابس ديالك مسخه، ريحه ديال فمك خانزه، شوف البيت ديالك كيفاش داير، واش كتعتبر راسك محترم؟ الساحر بدا كيضحك وقال لي انا اللي بغيت نكون هكا، لكن بالنسبه لك نتايا غادي تكون معزز مكرم، حيت انت باقي شاب، غادي يكونوا الملابس ديالك نظيفه وانيقه، وغادي يكون المنزل ديالك قصر من القصور، لكن ملي غادي توصل وغادي تبلغ سن 65 سنه بالضبط، هنا غادي تسكن في شي بلاصه بحال السكن ديالي، وغادي تلبس بحال الثياب ديالي تماما. وكمل بدا كيضحك عليا بصوت عالي وقال لي ملي غادي توصل 65 سنه غادي ترجع من اليسر الى العسر، ومنه الى العسر، ومنه الى العسر الى موتك. انا في الحقيقه بديت كنشوف الشيخ وقلت ليه يا مولاي الشيخ، في الحقيقه ما بقيت باغي والو، ما بقيت باغي حتى شي حاجه من هادشي كامل، بغيت غير نرجع لداري ونعيش بسلام، ما بقيت باغي والو. كنت كندوي معاه بواحد الحرقه وبواحد الندم، لكن هنا الشيخ دو معايا وجاوبني قال لي في الحقيقه ما بدي والو، ما عندي ما ندير لك، ورا صافي سال الموضوع. قال لي بلا ما زيد تناقشني مازال كثر، راه صافي هاد الهضره راه هي اللي غادي تكون. وباش زاد اكد الكلام ديالو، وفي الحقيقه هاد الكلام هو اللي خلعني بزاف، قال لي الا بغيتي تنازل على هاد الشيء كامل وخرجتي من هنا وبغيتي ترجع لحياتك العاديه، فهنا عرفتي شنو غادي طرا ليك؟ قال لي غادي تولي مسطي ومجنون، وغادي تبقى تدور في الشوارع وفي الزناقي وانت مسطي لمده ديال 40 سنه. في هاد اللحظه صافي فقدت كاع الامال اللي كان عندي، مشيت لواحد الزاويه اللي كاينه في البيت وبقيت كنبكي وكنفكر، واخيرا قررت
باش نصلي. نتوضيت الوضوء الصحيح وبديت في الصلاة مباشرة، لكن غير بديت كنقرا في سورة الفاتحة انا فجأة بديت عاوتاني كنحس واحد الالم رهيب في الكتاف ديالي وكأنني كنتعذب، وطحت فجأة فاقد للوعي. جا عندي الساحر كيجري وقال لي وا فلان اش كدير؟ واش باغي تصلي؟ راه الصلاة ديالك راه ما يمكنش انك تصلي مع هذا العمل اللي كدير. قال لي راه الصلاة لا تتقابل مع هذه الخدمة هذه اللي وليتي كدير فيها، وقال لي باللي تقدر تصلي حتى توصل ل 90 سنة عاد تقدر ديك الساعة تصلي، اما دابا فراه مستحيل نهائيا تحط جبهتك للارض، يعني صافي تتوصل 90 سنة عاد ديك الساعة تقدر تصلي. وبكل بساطة حيت وليت حاليا من الاعوان ديال ابليس. هنايا في الحقيقة صافي تأكدت انني خسرت الدين والدنيا وخسرت الاخره، درت كلشي ودخلت في عالم الضياع الاكبر. شفت عاوتاني في هذاك الشيخ وقلت ليه واش صافي انا وليت شيطان؟ صافي قلت لي واش صافي خسرت الايمان ديالي؟ صافي قلت لي واش صافي الله ما بقاش معايا الله؟ وبقيت كنبكي بحرقه. بدا كيضحك عليا الساحر واحد الضحك ديال الاستهزاء وقال لي واش بغيتي الملايير ديال الفلوس غير هكاك؟ بغيتي الخدام من الجن والاعوان من الشياطين مقابل شنو بغيتي شنو هذا المقابل اللي بغيتي تعطيهم؟ قال لي بلي راك صليتي اتجاه معاكس وذكرتي اسم الله معكوس 66 مره، راك عكستي الطاقه ديالك الروحانيه داخليا، واي حاجه فيك دابا ولات مراقبه. لكن اليوم في منتصف الليل غادي تاخذ هذاك الكنز اللي كنتي جيتي على قبله، اليوم غادي تاخذه في منتصف الليل، وهذاك الكنز راه رصدوه الجن بالاسم ديالك. قال لي كون واجد مزيان في منتصف الليل باش نمشيو نقضيو هذه المهمه. الساحر غادي يمشي بحاله وخلاني جالس كنفكر في هادشي اللي واقع. بقيت كنفكر في واش انا كنحلم، شنو هاد المشكل اللي طحت فيه، شنو هادشي اللي وليت فيه. قلت مع راسي ما يمكنش تكون هذه هي الحقيقه. فهاد اللحظه عاوتاني صفقت 7 المرات وخرج لي العون المعين قدامي. قال لي شنو بغيتي ايها الشيخ؟ قلت ليه انا راني ما شيخ ما والو، راك ورطتيني في هادشي اللي قلتي لي، زائد ورطتيني في شي حوايج اللي خايبين بزاف. خرجني من هادشي دابا اللي دخلتيني فيه. العون المعين بدا كيضحك عليا وقال لي انت راك سيد الصحراء ايها الشيخ المبجل. قال لي واش ما عارفش باللي راه تحت الامر ديالك الالاف من الجن والشياطين؟ زائد قال لي واش انت ما عارفش باللي راك في رتبه ملك من ملوك الجان؟ زائد الارواح السفليه راهم راضيين عليك، زائد انك غادي تاخذ واحد الكنز اللي كاينين من اعظم الكنوز في الارض، وغادي تولي كيف ما حلمتي، كاع هذاك الغنى اللي كنتي كتحلم فيه غادي تولي فيه. هنا قاطعت وبديت كنبكي وقلت ليه شوف ما بغيت والو، بغيت نرجع غير عند الزوجه ديالي والابن ديالي، ما بقيت باغي حتى شي حاجه من هذا الشيء. جاوبني العون المعين قال لي وراك ما غاديش تمشي قبل ما تاخذ الكنز ديالك، راه ضروري خاصك تاخذ الكنز وديك الساعه سير. وقال لي مازال، لكن قبل ما تاخذ هذاك الكنز راه ضروري خاصك تعرف بواحد المارد اللي قوي بزاف واللي الاسم ديالو قمقم بن غلغال. قال لي باللي خاصني ندوي مع الشيخ جلول ونقول ليه سلمني الاذن عليه وسلمني الخاتم ديالو. وقال لي العون المعين باللي قمقم بن غلغال يقدر يديك فين ما بغيتي ويقدر يسافر بيك من بلد لبلد في رمشة عين. وهنا غادي يمشي العون المعين وخلاني تماك كنفكر في هادشي كامل وفي الالم اللي فيه. وانا كنفكر في هادشي غادي تدخل هذيك المراه العجوز وجابت لي هذاك الخاتم وقالت لي هذا الخاتم راه عطاه لك الشيخ جلول، وقال لك باللي هذا الخاتم خاصك ديرو في لسانك باش يحضر قمقم بن غلغال. انا في الحقيقه شفت فيها وقلت لها شنو غادي ندير اصلا بهاد قمقم اللي كتقولوا ليه. بديت كنبكي وكنغوت ونقول لها اصلا ما كاين لا جن ولا عفريت ولا حتى شي قمقم من هاد الشيء كامل. قلت لها فقط بغيت غير الزوجه ديالي والابن ديالي، ما بقيت باغي والو. بقيت كنبكي. هذيك المره خلات هذاك الخاتم مليوح تماك وانا بقيت كنبكي وهي مشات بحال. غادي يدوزوا ساعات وساعات حتى لقيت الساحر جلول حدا راسي. قال لي راه وصل الموعد باش نمشيو لكنز السنديانه يا ولي عهدي. نط من بلاصتي وهزيت هذاك الخاتم ديال القمقم ودرته في يديا وتبعت الساحر، حيت كنت عارف انني الا ما سمعتش الاوامر ديالو وما تبعتوش كنت عارف شنو غادي يطرى ليا والالام اللي غادي نحس به. المهم استسلمت الامر الواقع وتبعت الساحر الكنز السنديانه. بقينا غاديين كنتمشاو حتى وصلنا بالضبط للمكان ديال الكنز. وهنا الساحر بدا كيعطيني في واحد التعليمات اللي دقيقه وكيقول لي اسمعني مزيان هذا الشيء اللي غادي نقول لك وخاصك دير به ب100%. قال لي هذا الكنز هذا راه ديال ملكه من ملكات الجن الاسود. قال لي باللي انا غادي نقوم بعمليه التبخير والقراءه ديال بعض الطلاسيم، وهنا في هذا المكان هذا غادي تشقق هذا الجبل اللي قدامك وغادي يظهر فيه واحد الباب، وملي نكمل القراءة ديالي غادي تبان لك هذه الملكة بلباس اسود كالظلام وفي يديها واحد الطفل اللي صغير، وهذاك الطفل داير واحد الخاتم. قال لي اسمعني مزيان هادشي اللي غادي نقول لك وياك تمشي تقول اي كلمة
ما تدويش نهائيا، ما تقولش ولو كلمه واحده، واخا يقولوا لك شنو قالوا ما تدويش كاع. واسمعني مزيان، غادي تبقى هكاك حتى نعطيك الاشاره باش تمشي عند هذيك الملكه. غادي تمشي لعندها بلا ما تنطق حتى شي كلمه. ملي غادي توصل عند الملكه غادي تمشي للدري الصغير، غادي تاخذ من عنده هذاك الخاتم اللي في يده. من بعد مباشره ملي غادي تاخذ هذاك الخاتم من يده هو غادي يبدا يبكي حتى غادي تزلزل الارض. كيف ما سمعتي غادي تزلزل الارض تحت من القدمين ديالك. قال لي وياك تمشي تخاف، يعني ما تخاف ما تدوي ما والو، غادي ترجع فقط بخطوتين للخلف. وانا غادي نعاود نقرا مره اخرى وغادي نبخر حتى غادي تختفي هذه الملكه وغادي تسد هذا الباب نهائيا. وهنا مبروك عليك، غادي تكون قدرتي انك تاخذ الكنز. وقال لي غير كون هاني، انا هذاك الكنز غادي نرحلو ليك من بلاصه لاي بلاصه بغيتي، غادي نديه ليك بشي حوايج كنديرهم، يعني اي بلاصه بغيتيه في العالم يتحط لك غادي نحطو في هذيك البلاصه، يعني غير كون هاني. وزاد قال لي باللي هو ما باغي حتى شي حاجه، باغي فقط غير هذاك الخاتم اللي غادي ناخذه من عند هذاك الدري، يعني هو بغى غير الخاتم فقط وانا غادي ناخذ الكنز. وتخيلوا معايا الخوت هاد الهضره بقى كيعاودها لي المره الاولى الثانيه، عاودها لي عشرات المرات حتى قلت ليه صافي راني فهمت هادشي غير كون هاني. قال لي صافي، قلت ليه صافي كون هاني. وبالفعل هنا غادي يوصل منتصف الليل والساحر بدا في العمليه ديال التبخير والقراءة. وهنايا فجأة الساحر بدا كيقرا وكيبخر، هنا فجأة بدات الارض كتراعد تحت من رجلينا وكأنه شي زلزال، والباب اللي كان في هذاك الجبل قدامنا بدا كيبان. وهنايا الخوت كانت الصدمه، غادي تحل هذاك الباب بواحد القوه اللي كبيره. في هذه اللحظه غادي نشوف واحد المراه اللي لابسه واحد اللباس كحل كامل وجهها كاع ما كيبان. ومباشره من بعد هذا المنظر هذا غادي يبان لينا واحد النور شديد، وفي هذه اللحظه هذه غادي يبان لينا وجهها. ما يمكنش، شنو كنشوف قدامي؟ كنشوف قدامي الزوجه ديالي والابن ديالي، كنشوفهم قدامي هما اللي خرجوا، وولدي هو اللي هاز هذاك الخاتم الكبير. الساحر هنايا شير لي بليدو قال لي سير زعما خذ الخاتم، لكن انا كنت واقف في بلاصتي ومصدوم كنشوف مراتي وولدي. انا الزوجه ديالي بدات كدوي معايا وكتقول لي راهم غير كيكذبوا عليك زكريا، راهم غير كيكذبوا عليك ما تيقهمش، راه هذا الخاتم اللي باغي تاخذ من عند ولدك راه فيه الروح ديالو، والا مشيتي حتى خطفتي ليه هذا الخاتم ديالو راه غادي يموت قدام عينيك. وبقات الزوجه ديالي كتبكي وكترجع بخطوات للخلف. في الحقيقه هنا كنت غير مصدوم وما فهمت شي حاجه، شفت في الساحر شنو غادي يقول. قال لي بعينيه زعما غير سير بحال بغى يقول لي باللي هادشي غير من كيد الجن، يعني راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي اللي كتشوف، راه غير الجن كيتفلع لك. لكن انا الصراحه في هاد اللحظه بديت كنبكي وغرقت في الدموع، وبديت كنغوت باعلى صوت عندي لا الا الزوجه ديالي والابن ديالي. وفي هاد اللحظه هذه بالذات غادي تقلب هذيك الزوجه ديالي اللي كنت كنشوف فيها للشيطان اسود، والطفل اللي كان معاها اللي هو الابن ديالي غادي تقلب القط اسود وهاز الخاتم في يده. وفي هاد اللحظه الساحر غادي يتبع المراه والدري للمغاره، وهنا المغاره تسدات بحال عمرها ما كانت، ورجع هذاك الجبل عادي كيف كان في الاول. اما انا حسيت بواحد الريح وواحد العاصفه اللي قويه بزاف، دفعتني اللور بواحد القوه اللي كبيره حتى طحت وغيبت. من بعد ساعات طويله بديت كنوض بشويه والشمس هذيك الساعه بدات كتبان، لقيت راسي عامر بالما، وهذاك الساحر اللي كان معايا ما كاينش، غبر ليه الاثار، بقى فقط غير داكشي اللي جاب معاه دوك البخور ودوك المسائل هما اللي بقاو، اما هو غبر. رجعت عيان ورجعت بزز لبيت الساحر باش نشوفوا واش كاين تماك. دقيت الباب وهنا خرجت لي هذيك المراه العجوز اللي كانت تماك، خرجت لعندي وبدات كتبكي. قالت لي باللي انت نحس وشؤم علينا، قالت لي باللي الملكه السوداء سجنات الشيخ جلول والمشكله سجناته في بطن الجبل. قالت لي غير سير من هنا، وبقات كتبكي وكتقول لي سير في حالك من هنا. انا في الحقيقه ما زدت معاها حتى شي كلمه، حنيت راسي وتميت غادي حتى بانت لي واحد الحافله وقفتها، ركبت فيها وتميت غادي حتى وقفت في واحد البلاصه بان لي واحد المسجد. بديت كنتوضا باش ندخل نصلي، لكن في اللحظه اللي بغيت نصلي فيها ويلاه بغيت نقول الله اكبر طحت عاوتاني وفي هذاك الالام بين ظهري. هنا عرفت راسي انني ما غاديش نقدر نصلي وبقيت كنبكي بواحد الحرقه. جا عندي الامام ديال المسجد قال لي شنو بيك ولدي؟ شدني الامام وداني لواحد الركن في المسجد وبديت كنعاود ليه في القصه ديالي، بديت كنعاود ليه على امل ان الامام ديال المسجد غادي يعاونني. لكن في الحقيقه جاوبني وقال لي راه ما غاديش نقدر نعاونك في حتى شي حاجه، ماشي استطاعتي. لكن قال لي خاصك تمشي لواحد المنطقه اللي الاسم ديالها ايدا وسملال، واللي في الحقيقه هو دوار جا بالضبط في جماعه تيزغران اقليم تيزنيت جهه سوس ماس. قال لي سير تماك لهذاك الدوار وسول على واحد الشيخ سميتو الشيخ السملالي،
راه هاد الشيخ يقدر يعاونك في هاد الشيء اللي واقع لك. وبالفعل داك الشيء اللي درت نط وتميت غادي، وكانت الحاله ديالي بحال المجانين، كنت بحال شي مسطي بحال شي هبيل. المهم مشيت حتى وصلت للزاويه ديال داك الشيخ، استأذنت منه ودخلوني لعندو وجلست قدامه، عاودت ليه القصه ديالي كامله من الاول حتى الاخر، وعاودت ليه كل شيء. شاف فيا الشيخ وقال لي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لي واش معك شي عهود شيطانيه؟ واش معك زعما شي عهود شيطانيه درتيها معاهم ولدي؟ انا عاودت حكيت ليه القصه بالتفاصيل وقلت ليه شنو كاين وشنو كاين وكاع داكشي اللي واقع. الشيخ من اللي عرف الحكايه ديالي مزيان بقى كيشوف فيه وقال لي هذيك المراه ولدي راها ملكه الجن الاسود، وراه هي متمرده من عهد سيدنا سليمان، والمسطي فقط هو اللي كيفكر انه يمشي يقرب منها. اما بالنسبه لهذاك الطفل اللي كيبان لك انت يا طفل، فهو راه حارس الشياطين السوداء السفليه، وراه سبقوك بزاف الناس، مشاو الشيوخ، مشاو فقهاء، مشاو الصحراء واخطر الصحراء، مشاو لتماك باش ياخذوا داك الكنز، لكن كلهم سجناتهم في هذيك الارض السوداء ليومنا هذا. اما بالنسبه لهذاك الخاتم اللي كان باغي هذاك الساحر اللي كان معك داك الساحر جلول، فهذاك الخاتم فيه واحد السر عظيم، ويقال ان هذاك الخاتم كيتحكم في القوى السفليه وفي قوى السحر الاسود في العالم كامل، والجن الاسود ما يمكنش انك تغلب عليه بسهوله. داكشي باش ولدي راهم لعبوا بيك ولعبوا ليك بعقلك وداروا لك هذاك الفيلم هكاك، حيت راه ما يمكنش نهائيا انك تهزمهم. اما بالنسبه لهذاك الساحر جلول فكن اكيد انه صافي عمرو باقي غيخرج وراه تسجن تماك صافي. يعني من الاخر راهم سجنوه الجن الاسود في الاراضي الشيطانيه ديالهم السوداء بسببك انت، وراه ما يمكنش نهائيا يتطلق سراحه. ولو نفترض ان الشيطان الكبير شخصيا ابليس غادي يتدخل، فراه ما يمكنش ليه نهائيا انه يخرج. لكن بالنسبه لك انت يا ولدي، قال لي عندك الزهر من اللي خلاوك تمشي في حالك، احمد الله. وزاد قال لي باللي هذاك الخاتم اللي عندي، الخاتم ديال القمقم اللي كنت داير اللي كنحضر به القمقم، قال لي هذاك الخاتم راه خاصك تمشي تلوحه وتحيد حتى هو تهنى منه. قال لي خاصك تمشي تلوحه في واحد البئر اللي كاين في واحد القبيله اللي الاسم ديالها إداو نظيف، واللي جات حتى هي في الجنوب. هنا في الحقيقه ما كان عندي ما ندير من غير انني نمشي ونلوح هذاك الخاتم ديال القمقم اللي كان عندي. خرجت من عند الشيخ وتميت غادي كنتمشى، لكن في هذه اللحظه تفكرت انه باقي كنتحكم في العون المعين وباقي نقدر انني نحضر القمقم. هنا قلت مع راسي علاش اللي ما نحضرش القمقم وهو اللي ديني لهذيك البلاصه فين غادي نلوح الخاتم، يعني بلا ما نضرب لك تماره. وبالفعل داكشي اللي درت، خديت الخاتم وحطيته في لساني، وهنا مباشره غادي يبان قدامي واحد الشاب اللي قوي الجسم، قال لي بواحد الصوت غليظ ومرعب سيدي الشيخ تحت امرك. في الحقيقه ما كنت خايف منه ما والو، وقلت ليه ديني دابا بئر الجن. قال لي المارد سمعا وطاعة يا شيخ. وانايا فجأة لقيت راسي حدا البير تماما، وبالضبط في هذيك المنطقة اللي ما عمري ما شفتها وعمري ما عرفتها، واللي كنت حدا هذاك البير غادي نصفق 7 المرات وغادي يخرج لي العون المعين. قال لي امرك يا شيخ شنو بغيتي؟ انا هنا في الحقيقة قلت لي صامبقيت باغي والو وهو يمشي. جلست حدا هذاك البير وبقيت كنفكر بتمعن، بقيت كنفكر وتذكرت الكلام اللي قال لي الشيخ السملالي. خاصكم تعرفوا ان الشيخ السملالي قال لي ملي غادي تلوح هذاك الخاتم تماك في البئر غادي تشرب من هذاك الماء ديال البئر غادي تشرب منه، وهكا هذاك الالم اللي كنتي تحس به ملي تبغي تصلي ما غاديش يبقى فيك نهائيا. في الحقيقه بديت كنفكر مع راسي وقلت علاش غادي نلوح هذاك الخاتم، يعني علاش غادي نلوح هذاك الخاتم، علاش اللي ما نشربش غير من الماء ونتهنى من هذوك التبعات ديال الجن والشياطين وما بقيتش غادي نحس بالالم، وفي نفس الوقت غادي نخلي عندي واحد المارد اللي غير كنصفق كيحضر ونقدر نمشي من بلاصه لبلاصه، يعني هكا غادي نكون بخير وفي نفس الوقت هذاك الالم غنتهنى منه. يعني هنا جاتني فكره مزيانه، وبالفعل داكشي اللي درت، شربت من هذاك الماء ديال البئر مزيان وغسلت منه يدي وغسلت كاع الجسد ديالي به، وهكا تهنيت من التبعات ديال الشيطان، يعني صافي تهنيت منهم وبقى عندي الخاتم وبقى عندي العون. بديت عاوتاني كنفكر وكندور كاع هذاك السيناريو اللي وقع في عقلي. قلت مع راسي الشيخ جلول علاش كان باغي هذاك الخاتم، واصلا هذاك الخاتم راه مرصود بالاسم ديالي انا، راه فيه الاسم ديالي انا، علاش اللي ما ناخذش انا هذاك الخاتم ونولي انا هو سيد وشيخ الشيوخ في العالم كامل، وهكا بطبيعه الحال غادي نستافد من جميع الكنوز اللي كاينين في الارض. صفقت بيدي 7 المرات وحضر العون المعين قدامي، دويت معاه وقلت ليه يا ايها العون بغيت ناخذ خاتم السر الاعظم
كيفاش غادي ندير؟ قال لي العون المعين غادي نعطيك واحد الاسماء غادي تقراها في سفح الجبل، غادي تقراها تماك فين مشيتي انت والشيخ جلول. من بعد غادي تخرج ليك الملكه السوداء وفي يديها طفل باقي صغير هو اللي عنده الخاتم. قال لي ما تخاف منها ما والو، وسير خذ هذاك الخاتم من عند هذاك الطفل الصغير خطفوا ليه وسير بحالك، راك صافي ديك الساعه وليتي شيخ الشيوخ. قال لي لكن ما تخلع ما والو وما يضحكوش عليك، غير سير خذ الخاتم وسير بحالك صافي. انا بطبيعه الحال هنا كنت فرحان بزاف وقلت ليه اعطيني هذوك الاسماء اللي غادي نمشي نقرا تماك كلها. كنت كنضحك بواحد الطريقه ديال الغرور والطمع. العون المعين عطاني واحد 4 الاسماء وقال لي ملي تمشي لتماك بدات تقرا فيهم وفي نفس الوقت بخر، يعني عطاني واحد البخور وقال لي في نفس الوقت انت كتقرا وانت كتبخر، وهذيك الساعه غادي تاخذ داكشي اللي بان. وبالفعل داكشي اللي درت، مشيت في منتصف الليل وشعلت هذاك الجمر وبديت كنبخر وكنقرا في الاسماء. ما داش بزاف الوقت حتى الارض بدات كترعد تحت من رجليا، وفجاه غادي تحل عاوتاني هذاك الباب. انا غادي تبان قدامي الشيطانه السوداء بنفسها، وفي يديها كان طفل ما دوات معايا ما تكلمات ما حتى شي حاجه، بقات غير ساكته وكتشوف فيه. لكن انا هاد المره كنت زاعم وما كنتش خايف، وبديت كنقرب ليها بشويه بشويه، وانا غادي كنقرب ليها وهي غادا كترجع اللور هي والطفل. كل ما كنت كنزيد انا خطوه لقدام كانت هي كتزيد 2 خطوات اللور، حتى لواحد اللحظه لقيت راسي داخل وسط المغاره بكثر من 5 الامتار. وفجاه هذيك الشيطانه غادي تقلب في الصفه ديال الام ديالي، ولات الام ديالي وجلست في الارض وبدات كتبكي بحرقه وكتقول لي راه الشياطين ولدي، راه الشياطين ولدي كيلعبوا لك على عقلك، سير اتقي الله وتوب ليه، سير ولدي رجع لمرتك وولدك، انا راني امك ما باغالك الا الخير. انا هنايا في الحقيقه كنت فاهم اللعبه وكنت فاهم كاع هاد القوالب اللي كيديروا الجن، يعني ما كنتش خايف وكنت عارفهم انهم غير كيتفلاو عليا. مع ذلك قربت ومشيت حتى لعند الدري وخديت من عنده الخاتم. لكن في هذه اللحظه غادي تدوي معي بواحد اللهجه قويه وقالت لي رجع اللور ايها الانسي ولا غنحرقك. لكن انا بطبيعه الحال ما تسوقتش ليه، خديت الخاتم وتميت غادي راجع اللور، وهذاك الدري بدا كيبكي بزاف حتى الارض بدات كتزلزل. المغاره كامله اللي كنت فيها كلها بدات كتزلزل وكتحرك. كان واحد الصياح اللي قوي بزاف. في الحقيقه داك الصداع وداك الصياح والمغاره كتحرك في الحقيقه تخلعت شويه والقلب ديالي بدا كيضرب. وهنا فجاه بداو كيبانوا لي بزاف الجن والشياطين كلهم جايين كيقربوا مني لواحد الدرجه اللي قويه بزاف. تقلعت هنا قلت اعوذ بالله منكم وليت كنقول اعوذ بالله منكم. لكن هنا غادي يطير الخاتم من يدي وبدات كتضحك عليا هذيك الشيطانه بقوه. واش نسيتي انه ما خاصك تقول حتى شي كلمه نهائيا؟ ايوا هذا هو الجزاء ديالك. تضربت بواحد القوه كبيره مع الحيط حتى طحت وغيبت وفقدت الوعي. بديت كنرجع في الوعي ديالي وبديت كنحل عيني بشويه بشويه. لكن هنا لقيت راسي انني وسط واحد الفراش والناس دايرين بيه لابسين الابيض. بزاف الاجهزه الطبيه كانوا في يديا وفي الصدر ديالي، ما فهمت والو. سولتهم قلت لهم شكون نتوما؟ انا جاوبني واحد فيهم وقال لي الحمد لله ولدي على سلامتك، الحمد لله قدرتي انك ترجع الوعي ديالك. قال لي انا راني الدكتور العلاوي وانا اللي كنت متبع الحاله ديالك. قال لي باللي الممرضه هي اللي قالت ليه باللي انا راني كنتحرك، يعني داكشي علاش جا عندي وبدا كيتسناني غير نحل عينيا. انا سولته قلت ليه فين انا، واش نتوما من الجن؟ طيب بدا كيضحك عليه وقال لي لا ولدي انت راك في المستشفى المركزي بالدار البيضاء وراك كنتي فاقد الوعي اكثر من 8 سنين واليوم عاد رجع لك الوعي ديالك. انا هنايا استغربت وتصدمت قلت لي شنو 8 سنين؟ كيفاش 8 سنين؟ اصلا شكون جابني هنا؟ شكون معايا؟ قلت لي اش من سنه هذه؟ اش من عام حنا فيه؟ جاوبني الطبيب قال لي هذه راه سنه 2001 وقال لي باللي لقاوك غير شي ناس اللي كيسرحوا البهيم حدا واحد الجبل اللي كاين في جنوب المغرب سنه 1993. قال لي باللي كنتي مهرس بزاف من رجليك ومن يديك ومن ظهرك وبزاف البلايص، وهاد الناس هما اللي هزوك ودوك للمستشفى المحلي ومن تماك جيتي لعندنا هنا المستشفى في الدار البيضاء. ومن ذاك النهار كنتي فاقد الوعي ليومنا هذا حتى فقتي، الحمد لله على سلامتك. قال لي الطبيب باللي لقاو عندي البطاقه الوطنيه هي باش عرفوا سميتي وشكون انا والمسائل. المهم اللي لقاو البطاقه وجابوني لتماك كانت الزوجه ديالي. قال لي باللي كانت كتزورك في 6 سنين وهي كتزورك كنتي بطبيعه الحال مغيب، لكن في هاد العامين الاخر الزوجه ديالك ما بقاتش زارتك نهائيا وبقيتي هنايا غير بوحدك. قال لي الطبيب باللي يمكن فقدت الامل انك ترجع للوعي ديالك حيت بصح كانت الحاله ديالك خطيره، لكن المهم والحمد لله هو انك رجعتي دابا وغادي تتبع غير الترويض الطبي حتى تنوض وتبدا تمشى بشويه بشويه. لكن بطبيعه الحال غادي نراقبوا الحاله ديالك مزيان وحتى الترويض غادي نقولوا لك الوقت اللي غادي نبداوه. في الحقيقه هنايا حاولت انني نوض لكن كنت في واحد الحاله
ديال شبه الشلل. وحتى الكلمات اللي كنت كنطق بهم كانوا تقال بزاف على لساني. 8 سنين مدويت، لكن العقل ديالي كان نشيط بزاف. سولت عاوتاني طبيب وقلت ليه واش نقدر نوض نتمشى. جاوبني طبيب وقال لي ضروري خاصك واحد المتابعه طبيه وواحد الترويض طبي لمدة 6 أشهر على الأقل. من بعد غادي يتكلف واحد من الأطباء المهتمين بالحالة ديالك باش غادي يديك لفرنسا، غنديوك لفرنسا باش ندرسو هاد الحالة ديالك مزيان. قال لي في الحقيقة انت كنتي واحد الحالة اللي نادر، وقال لي بلي كانت نسب الهرمونات في الجسم ديالي كتبدل كل دقيقة في الجسد ديالي، زائد أن دقات القلب كانوا متضاعفين 4 المرات على الإنسان العادي، وهذا واحد الأمر اللي ماشي طبيعي. لكن الحمد لله من بعد 4 شهور من الترويض الطبي والمساعدة الطبية قدرت انني نعاود نتمشى مره. خرجت من المستشفى بمساعده الممرضين وطلبت من واحد الممرض اللي كان مرافقني انه يديني باش نزور داري. لكن ملي وصلت لداري لقيتها خاوي ما فيها حتى شي واحد. ملي سولت الجيران اللي كانوا حدايا على مرتي وولدي قالوا لي بلي راه تزوجات بشي واحد امريكاني وراه طلقات منك نتايا قبل 2 عام هادي ودات معها الدري، وحاليا ما كيعرفوا عليها حتى شي حاجه وما كيعرفوش العنوان ديالها اصلا حيت سافرات لامريكا. سولت على الام ديالي حتى هي قالوا لي راها توفات هذه 7 سنين ماتت الله يرحمها. زدت سولت حتى على الاب ديالي قالوا لي حتى هو توفى هذه 5 سنين. بديت كنبكي ومشيت من هذيك البلاصه، ما كان عندي ما ندير. هنايا مشيت نيشان للبيت ديال الشيخ العكراشي، الشيخ الاول اللي بديت معاه هذا الشيء كامل. لكن ملي سولت عليه الجيران قالوا لي باللي الشيخ راه مات سنه 1995 حتى هو مات. اما بالنسبه لحمزه المساعد ديالو فحتى هو سافر وما عرفوش فين سافر نهائيا. في الحقيقه هنايا الارض دارت بيا لكن ما كان عندي ما ندير. رجعت للمستشفى، خديت هذوك الاغراض ديالي ديك لاكارت ناسيونال، خديت واحد الخاتم اللي كان متحجر وشي فلوس وشي دراهيمات من المال اللي كانوا قلال. دخلت لواحد الغرفه اللي كاينه في المستشفى، صفقت 7 المرات لكن بدون اي فائده، ما كانت حتى شي حاجه. عاودت جربت عاوتاني صفقت 7 المرات لكن والو. عاودت والو بدون اي فائده. بديت هذاك الخاتم المتحجر درته في لساني لكن ما خرج والو، ما كانش شي حاجه. في الحقيقه هذاك الخاتم ولا غير واحد الخاتم اللي عديم الفائده. هنا تيقنت انني خسرت كل شيء بكل بساطه، وبديت كنغوت وكنبكي. بديت كنغوت وكنترطح حتى جاو الممرضين وبداو كيهدئوا فيا. ووصاني واحد من الممرضين باش نتوضا ونصلي، وبالفعل داكشي اللي درت، مشيت توضيت. لكن عاوتاني غير بغيت نصلي وبغيت نقول الله اكبر طحت غيبت فاقد الوعي والآلام في داري. من بعد 2 أسابيع تقريبا على هادشي اللي وقع ليا غادي يدوني للمستشفى الوطني اللي كاين في باريس، وداوني تما كحالة خاصة تحت إشراف واحد الطبيب اللي متخصص واللي كان كيتابع دراسة تغير الهرمونات وتضاعف دقات القلب، وكان كيدرس الحالة ديالي كحالة خاصة. وفي سنة 2005 بالضبط غادي تلاقى الدكتور اللي متبع الحالة ديالي بواحد السيد اللي سميتو أبو الوليد واللي عالجني روحانيا. وهنا الحمد لله وأخيرا قدرت انني نرجع نعاود نصلي. ما بقيت كنحس بهذاك الالم اللي كان في كتافي، وليت كنصلي الحمد لله، وليت كنقرا القران وكندعي الله وكنطلب يا ربي تسمح لي على كاع داكشي اللي درت. ودابا حاليا كنعيش في باريس تحت النفقه ديال الضمان الاجتماعي الفرنسي. لكن بالنسبه للزوجه ديالي والابن ديالي ما عارف عليهم حتى شي خبر نهائيا. وخاصكم تعرفوا انه ليومنا هذا ما زال انا متبوع من عالم الجن والشياطين السفليه، عالم الجن الاسود. كانت الخوت هذه هي القصة ديالنا الرائعة والخطيرة واللي الصراحة أنا شخصيا عجبتني بزاف، عجبتني ديال بصح، وأنا متيقن حتى نتوما غادي تعجبكم. وإلا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالتعاليق ديالكم وبارطاجيو مع صحابكم. إلا بغيتوا الخوت هذا النوع ديال هاد القصص ما تنساوش تخلوا لي التعاليق وقولوا لي واش بغيتوا هاد النوع ديال القصص نبقى نديرهم ليكم. في الحقيقة ما سخيتش بيكم، وإن شاء الله نتلاقاو في حلقة